على فكره كنت ممكن تقول اسمها، لو الكلام ده حقيقي كنت ممكن تقول اسمها وترحمنا. ومعانا ومعاكم النهارده الطباخ رقم 2 في قناه الزمالك عبد الشافي باشا صادق، والمعرض رقم 2 لسياده المستشار مرتضى منصور. وعشان تكون فاهم لاول مره تتفرج علينا، احنا عاملين سلسله المعرضين على قناه الزمالك، كل يوم هنطلع نتكلم عن معرض فيهم. والنهارده معانا المعرض رقم 2 عبد الشافي باشا صادق. طبعا عبد الشافي صادق اهم حاجه عنده يطبل ويعرض، مش فارق معاه المعلومات اللي بيقولها دي صح ولا غلط، حقيقيه او مش حقيقيه، ولكنه امبارح كان بيطبل الاثنين مش لواحد. طبعا انتوا عارفين ان هو دايما بيطبل لمرتضى منصور، ولكن امبارح كان بيطبل لاحمد مرتضى منصور ومرتضى منصور، لان احمد مرتضى منصور زي ما انتوا عارفين او مش عارفين ان هو اول امبارح كان ضيف على قناه الزمالك وعلى برنامج زملكاوي مع النجم كريم ابو حسين. وامبارح طبعا عبد الشافي باشا صادق فضل يتكلم عن قد ايه احمد مرتضى منصور شخص عظيم، وعلى انجازات احمد مرتضى منصور مع الزمالك، اللي احنا هنقول لكم على 3 انجازات منهم دلوقتي. اول حاجه كده بدا بالتهنئه وتقديم تحيه لمرتضى منصور علشان عيد ميلاده عقبال عندكم ان شاء الله كان امبارح، وبدا يحكي عن انجازات احمد مرتضى منصور اللي احنا هنقول لكم منهم انجازين او 3 دلوقتي. انا شايف ان اول انجاز لاحمد مرتضى منصور عمله ان هو زملكاوي من هو عنده 4 سنين. تاني انجاز احمد مرتضى منصور عمله نادي الزمالك للالعاب الجماعيه الثانيه عموما، قبل ما احمد مرتضى يمسكها كان ملقبين بملوك الصالات وبياخدوا لهم في السنه 20 او 30 بطوله، لكن ما شاء الله من اول ما احمد مرتضى منصور مسكهم بقى خدوا 4 بطولات بس. ده انجازات احمد مرتضى منصور مع نادي الزمالك اللي فضل يتكلم ويتغنى بيها امبارح عبد الشافي باشا صادق. بعد كده اتكلم عن خسائر النادي الاهلي الماديه، وقال لك ان في قناه سعوديه قالت ان الاهلي مخاصره الماديه السنه دي بس على فريق كره القدم 10 مليون دولار، وقال لك قناه اخباريه سعوديه. على فكره كنت ممكن تقول اسمها، لو الكلام ده حقيقي كنت ممكن تقول اسمها وترحمنا، لكن طبعا احنا عارفين الكلام ده هكس في هكس في هكس. طب عامه يعني لو في كده انت ما تقول لنا القناه هي ايه عشان ندخل ونبحث ونشوف هي قالت كده ازاي ولا قالت كده امتى، ولكنه هكس في هكس، كلام مش حقيقي وكلام غبي زي ما هو اصلا راجل اهطل كده. تمام. وفضل بقى بعدها يتغنى بمرتضى منصور، وقال لك ان احمد مرتضى منصور قال ان النادي الاهلي ميزانيته 3 مليار جنيه في السنه. على فكره احمد مرتضى منصور قال ان ميزانيه النادي الاهلي مليار جنيه بس، وادوني الميزانيه دي وانا هاخد افريقيا وكاس العالم للانديه. ما قالش 3 مليار جنيه، حتى اصلا ما فيش حاجه اسمها ميزانيه 3 مليار جنيه في السنه خاصه فريق كره القدم بس، ولكنه اي هجص اي كلام في الهوا وخلاص علشان سياده المستشار مرتضى منصور يقعد كده متسلطن ومتكيف. في نهايه الفيديو يا باشا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، واستنى كل يوم حلقه جديده عن معرض جديد في قناه الزمالك. السلام عليكم.